امبارح مواقع رياضية كتير ما كانش ليها كلام غير عن النادي الأهلي ونقل صلاحيات الكابتن محمود الخطيب لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ في ملف كرة القدم. وطبعا كان في كلام كتير جدا عن سيناريو ياسين منصور بيحاول يعمله بخصوص المدير الفني اللي المفترض هيكون جديد للنادي الأهلي بعد ما المارد الأحمر هيطوي صفحة ياس سورب. طبعا الاهلي بيحاول ان هو يستعيد سيناريو حصل في اواخر 2003 واوائل 2004، وهو رجوع مانويل جوزيه مره تانية بعد الفتره الاولى اللي قعدها مع النادي الاهلي بدايه من 2001. رينيه فايلر ربما وبنسبه كبيره هيكون هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لكن رينيه فايلر اي نعم، يعني الراجل ده لما جه في 2019 هو اللي خلى الاهلي ليه شكل مختلف تماما، شكل جمهور الاهلي كان بيتمناه بعد نهاية مرحلة مانويل جوزيه مع النادي الاهلي في 2012. شكل جديد خلى الاهلي يرجع مرة تانية للبطولات، سواء كانت البطولات المحلية او البطولات القارية او ظهوره في بطولة كأس العالم للأندية. رينيه فايلر رجوعه هيكون مهم جدا للنادي الاهلي، ولكن السؤال هنا ممكن نشوفه مرة تانية داخل اروقة مختار التتش؟ الله اعلم. اتمنى ان رينيه فايلر يرجع مرة تانية، لانه هيعيد للاهلي هويته مرة تانية اللي جمهوره عارفها. اتمنى ان رينيه فايلر يرجع والاهلي يبتدي اعادة تشكيل فرقته من اول وجديد، وظهور نجوم جديدة فعلا، نجوم تكون مقدرة قميص النادي الاهلي. نتمنى ده، ولكن لحد وقتنا الحالي مجرد اخبار ومش عارفين ايه اللي هيحصل في المرحلة اللي جاية. ولكن اخبار النادي الاهلي ما تنسيناش الحرب اللي عمالة تزيد يوم بعد يوم، ومش عارفين المجنون اللي اسمه برتقانة هيرسيها على فين، ومش عارفين الفهد الفارسي هيفضل جارح لحد امتى. واضح كده ان ربنا سبحانه وتعالى يسترها علينا في المرحلة اللي جاية، لانها هتكون ايام عصيبة جدا. مجانين بيحاولوا يودوا العالم لحرب هتحرق الاخضر واليابس في الكوكب كله. ربنا يسترها علينا جميعا.